كل سنة منظمة الإفاتسا العالمية بتعمل سلوجن للسنة دي. سلوجن السنة دي كان Securing the Sky through Shared Vigilance. التكاتف واليقظة المشتركة هي دليل ومفتاح النجاح. عرض تقديمي عن التكاتف والتلاحم بين قطاع هندسة النظم الملاحية وقطاع التشغيل والصيانة يقدمه لنا المهندس وحيد سليمان والمهندس محمد أبو الخير. السلام عليكم. أنا محمد أبو الخير، مهندس مهندسين تأمين سلامة المجال الجوي المصري. سعيد ان انا اكون موجود معاكم النهارده في يوم احتفالنا بتأميننا لسماء مجالنا الجوي كمهندسين وفنيين ومسؤولين تأمين سلامة المجال الجوي المصري. في يوم 12/11 من كل سنة بنعمل يوم عشان نفتكر كلنا أهمية تكافلنا وتضامننا وتكاملنا لتأمين مجالنا الجوي المصري. هنتكلم النهارده مين هم الأتسبس؟ مين هم الأتسب؟ وبيعملوا ايه؟ ومسمياتهم ايه عندنا في الشركه الوطنيه لخدمات الملاحه الجويه بصفتها المقدم الحصري لخدمات الملاحه الجويه في مصر، وبعض قصص النجاح والمشروعات القوميه اللي اشتغلنا فيها. الأتسب جه الترمينولوجي الخاص بكلمه أتسب اير ترافيك سيفتي الكترونيك بيرسونال. الترمينولوجي ده بدأ من 20 أو 30 سنه بس. الترم ده الاي كي او طلعته عشان تحدد اللي فيه ناس محتاجه تأهيل وتدريب مخصوص وكواليفيكيشنز معينه عشان تكون قادره على اداره حركه جويه ومساعده المنظومه عشان نقدم مجال جوي امن ومرن. وده جه في خلال دوكيومنتس زي ال 10057 والايكار 171 عشان تقول لنا ايه التأهيل والتدريب اللازم لمسؤولي تأمين سلامه المجال الجوي المصري عشان يقدروا يحافظوا على الخدمة دي بشكل آمن وفعال. الصورة دي بتوضح الصورة الأساسية للملاحة الجوية. مقدم الخدمة عندنا الكنترولر بخلال منظومة الأتسب من خدمات CNS Communication ونافيجيشن وسيرفيلنس وخدمات الانفراستراكشر بيقدر يقدم خدمة آمنة ومستقرة للبايلوت. من خلال المنظومات دي هناخد فكرة سريعة عن المنظومات المختلفة دي خلال الدقائق اللي جاية مع المهندس وحيد سليمان. شركة الملاحة الجوية شركة مهمة جدا في منظومة سلامة الطيران، وشركة مهمة جدا في بالنسبة للطيران المدني، وبسبب دورها المهم والحيوي كان لازم يكون في وسيلة ربط ما بين السماء والأرض. وسيله الربط اللي بتتم ما بين السماء والارض اللي هي بتحقق فعليا عمليه اداره الحركه الجويه، اللي هي الجوب الاساسيه لشركه الملاحه الجويه هي اداره الحركه الجويه، التحكم في حركه الطيران. فشركه الملاحه الجويه ده التارجت الخاص بيها. عشان تحقق التارجت ده محتاجه تولز. التولز دي الحقيقه هي مش تولز، هي تكنولوجي. اللي سمى المنظومه دي او اللي سمى التكنولوجي دي نظرا لحيويتها وتاثيرها على سلامه الطيران المدني ودورها في خدمه اداره الحركه الجويه هو الايكاو. مفيش حاجه بتتعلق بسلامه الطيران المدني لازما ترجع للايكاو. الايكاو حط التشريعات الضروريه والمهمه للمنظومه بتاعه الملاحه، لمنظومه CNS ATM، من اول المسمى اللي هي CNS ATM مرورا بكل التفاصيل حتى المواصفات الفنيه، وده اتذكر في انكس 10. طيب اي منظومه تكنولوجيا بيبقى فيها نقطه، النقطه دي يا تكون سبب نجاحها يا تكون سبب فشلها. الاصل في نجاح اي منظومه تكنولوجيا هو العنصر البشري، فالعنصر البشري بقى عنصر مهم معايا في الموضوع دوت. عشان كده الايكاو اهتم بالعنصر دوت، ما سابش الموضوع يكون بشكل عشوائي، لكن اداله كل التفاصيل من اول المسمى اللي سماه اير ترافيك سيفتي الكترونيك بيرسونال، اللي هو ربط السلامه بالشخص نفسه مش بالتكنولوجي. فبدات التكنولوجي اسمها CNS ATM، لكن اللي بيدير التكنولوجي دي وبيتحكم فيها وبيشتغل عليها والمسؤول عنها اير ترافيك سيفتي الكترونيك بيرسونال. حط له من اول التعيين بيتم ازاي مرورا بالكواليفيكيشن، حتى عمليه التاهيل نفسها دي مش بتتم في مده صغيره، ده عشان يتم تاهيل شخص يشتغل على المنظومه دي ويكون مسؤول عنها محتاج على الاقل 12 شهر. طيب عشان نحقق الاداره ناجحه للمجال الجوي زي ما قلت لحضراتكم محتاجين التولز دي. التولز دي عباره عن ايه؟ هنبتدي باهم حاجه. عشان يتم اداره الحركه الجويه انا محتاج تواصل ما بين المراقب والطيار. المراقب اللي هو بيدير الحركه الجويه دي لازم يتواصل مع الطياره. عشان يتواصل مع الطياره بنبدا باول منظومه عندنا في منظومه CNS ATM اللي هي الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن لازم تتم على كل مراحل الطيران، من اول
التاور مرورا بالابروتش والان روت. احنا في شركه الملاحه عندنا منظومه كبيره جدا في خدمه الان روت، في خدمه الاريا، عباره عن 14 محطه في اتش اف، 14 محطه ان روت بتخدم المجال الجوي المصري. ال 14 محطه بتكفر المجال الجوي بشكل كامل، وبيبقى عندنا حتى تردد اساسي وتردد احتياطي عشان نحقق اعلى تامين. بيبقى المنظومه فيها في اتش اف سيستم ويو اتش اف سيستم عشان يخدم الجانب العسكري. الجزء الثاني من منظومه الكوميونيكيشن اللي هي العامل المهم بالنسبه لي هي محطه الاتش اف. هي محطه واحده موجوده في القاهره. المحطه دي بتحقق لي شويه تارجت. رقم واحد ان هي يتم التواصل مع الطيران اللي موجود خارج المجال الجوي عن طريق الجراوند تو اير كوميونيكيشن. رقم اثنين الجراوند تو جراوند كوميونيكيشن اللي بيتم ما بين مصر والنيبرز اف اي ار. واخر حاجه في منظومه الكوميونيكيشن اللي هي العنصر الاولاني في السي ان اس اي تي ام عباره عن محطه انظمه اتصالات الابراج اللي هي بتتكون من جراوند تو اير كوميونيكيشن وجراوند تو جراوند كوميونيكيشن. ولاننا بنتكلم في تحكم في حركه الطيران، فبديهي لما يكون عندي عنصر الصوت اتحقق ان انا اقدر اتواصل مع الطياره بشكل مستمر. انا اكيد لو قدرت اشوف الطياره هبقى حققت تارجت اعلى. العين بالنسبه لخدمه اداره الحركه الجويه، العين بالنسبه للمراقب الجوي هي انظمه الرادار. واحنا كان عندنا مفهوم قبل 2018 ان انظمه الرادار عباره عن 6 محطات رادار ان روت، الهدف منهم ان هو يخدم الان روت، يخدم الايرويز. فكانت الفكره ان انت تخدم الايرويز دي كان فيها جابس. الجابس دي ان انا الكفرج بتاعتي فيها بعض الجابس. رقم اثنين ان انا محقق سنجل كفرج، يعني لو في محطه سقطت ما عنديش الريدندنسي بتاعها. بعد 2018 ابتدت رؤيه الشركه تتغير في ان انا احقق مفهوم الفليكسيبل اير سبيس. فليكسيبل اير سبيس مجال جوي مرن محتاج مجموعه من التولز برضه عشان اقدر احققه. ده تم ازاي؟ تم ان انا عايز احقق مجال جوي مرن. المجال الجوي المرن ده هيحقق لي شويه مميزات. رقم واحد ان انا هقلل استهلاك الفول. رقم اثنين ان انا هقلل وقت رحلات الطيران. رقم ثلاثة ان انا هقلل الوقت الديستانس اللي بتاخدها الطياره. رقم أربعة ان انا هقلل انبعاث الكربون. كل ده اتحقق ازاي؟ بان انا اضفت 22 محطه رادار للمجال الجوي المصري بتحقق لي الفليكسيبل اير سبيس. طيب ال 22 محطه رادار ده حاجه ضخمه جدا. تمت في قد ايه؟ تمت في 4 سنين على مراحل. الميزه في المنظومه دي مش بس ان هي كميه ضخمه من المحطات اتنفذت بشكل سريع من 2018 ل 2022، لكن اللي قام بالمنظومه دي واللي كان بيركبها لاول مره في تاريخ الملاحه كانت متعوده ان احنا لما نيجي نجيب سيستم زي دوت بنجيبه ترني كي بروجكت. بالتالي الشركه اللي بتيجي هي اللي بتركب السيستم بشكل كامل. اللي تم بالنسبه لي مش كده، اللي تم بالنسبه لي ان انا بقيت انا بركب المحطات دي. فتم توفير رقم ضخم جدا من داخل شركه الملاحه قام بيه مهندسين شركه الملاحه بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي. تم تركيب 3 محطات عن طريق النظام الروسي، وشركه الملاحه هي اللي ركبت باقي 19 محطه. ودي صور حقيقيه من التركيبات اللي تمت فعليا لمنظومه الرادار. حتى الجزء بتاع الاوبتيكال فايبر اللي كانت بتيجي في العادي شركات تعمله بقى مهندسين الملاحه هم اللي بيقوموا بالدور دوت. وده الشكل بعد ما بقى عندي فليكسيبل اير سبيس. شكل التغطيه بقى عامل ازاي؟ بقى عندي مالتي كفرج. اي سيستم هيسقط بالنسبه لي هيبقى عندي ريدندنسي ليه، حققت مجال جوي مرن. وسيستم الرادار اللي موجود عندي كمان بقى فيه ميزه ان انا عندي 3 سنسور. رقم واحد برايمري ريدر بيخدم الجانب، بيدي معلومه للجانب العسكري. سيرفيلانس. رقم 2 سكندري ريدر اللي بيدي المعلومه للجانب المدني. رقم 3 الاي دي اس بي. والاي دي اس بي ده عنصر مهم بالنسبه لي عشان اقدر احقق مفهوم البي بي ان، الملاحه القائمه على الاداء. واخر حاجه عندي هي منظومه الرادار الارضي. مطار القاهره مطار كومبلكس جدا، الحركه الارضيه فيه صعبه جدا، وبالتالي بقى عندنا نظام رادار كامل بيخدم الرادار الارضي عشان المراقب يقدر يتحكم في حركه الطيران في الحركه على الممرات بشكل امن. انا دلوقتي بقى عندي معلومه رادار، بقى عندي عين شايفه السماء وعندي صوت. عشان استكمل المعلومه دي بستكملها في عصر ثوره المعلومات اللي بقت بتغطي كل المجالات في زياده حركه الترافيك. بقى عندي كميه كبيره جدا من المعلومات. عشان اقدر ادير المعلومات دي محتاج منظومه تدير لي كم المعلومات اللي بيتم تبادله. اللي بيقوم على المنظومه دي منظومه اسمها حاسبات معلومات الطيران. حاسبات معلومات الطيران عندها شبكه عباره عن قلب وشرايين، بس بتضخ في الشرايين معلومات مش بتضخ في الشرايين دم. المعلومات دي معلومات كامله ليها علاقه بمعلومات الطيران، ليها علاقه بالرصده، ليها علاقه كمان عندي منظومه اي اس بستخدمها في ان انا احدد انشر الفلايت بلان
عندي انشر النوتام للتشارتنج الخاصه بخرائط الطيران، فبقت منظومه ضخمه بتتبادل المعلومات بشكل كامل. واخر حاجه عندي كمان معلومه الميتولوجي. المعلومه دي بقت بتستكمل معلومه الرادار. يبقى انا عايز في الاخر اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم انتجريشن مع بعض عشان تقدر المراقب وهو قاعد قدامه شاشه بتجيب له كل الداتا. فاستكملت المنظومه دي بان انا كاني جبت السماء حطيتها في شاشه قدام المراقب الجوي، بقى بيظهر قدامه داتا كامله عباره عن الداتا اللي ليها علاقه بالرادار. انا خدت داتا الرادار من منظومه الرادار، عملت لها انتجريشن مع الداتا اللي جايه لي من معلومات الطيران، فبقيت بقدم معلومه حركه جويه كامله يقدر المراقب الجوي يتابع بيها التحركات الجويه على شاشه قدامه، يقدر يدير بيها المجال الجوي عشان اقدر احقق له اعلى فليكسبيليتي. كل المنظومات اللي انا قلت عليها دي اصلا قلب اداره المجال الجوي موجود في مركز الملاحه في مصر، موجود في مركز الملاحه في القاهره. مركز الملاحه في القاهره ده هو اللي محتاج كل الداتا، محتاج الداتا من كل المحطات اللي انا اتكلمت عليها عشان يجيبها لقلب المجال الجوي اللي هو موجود في مركز الملاحه. فالموضوع ده عشان هيتم عن طريق شبكه اقمار صناعيه بتنقل كل الداتا دي تجيبها لمركز الملاحه عشان يقدر يتم من خلاله اداره المجال الجوي. وانا عندي شبكتين اقمار صناعيه بيشتغلوا مع بعض عشان يجمعوا لي كل الداتا تتنقل لمركز الملاحه. المنظومه اللي انا كلمت حضراتكم عليها دي واللي بتستخدم في اداره المجال الجوي، شركه الملاحه وقيادات شركه الملاحه وقيادات الوزاره كان عندهم رؤيه للمستقبل لحجم الترافيك اللي هيحصل، فخدوا خطوه استباقيه. الخطوه الاستباقيه دي كانت عباره عن ايه؟ ميجا بروجكت، مشروع ضخم جدا يخدم المجال الجوي، يامن حركه الطيران في المجال الجوي، يحقق السلاسه لحركه الطيران في المجال الجوي. فابتديت بمشروع ضخم جدا، ابتدى اللي هو ميجا بروجكت، ابتدى ب 22 محطه رادار. ده كانت الخطوه الاولانيه والمرحله الاولانيه اللي تمت بشكل كامل. رقم 2 كان بالنسبه لي ان انا اطور الميديا اللي انا هستخدمها، لان انا طورت الرادارات فعايز اطور الميديا اللي هنقل بيها الداتا. الميديا دي بالنسبه لي اللي هي محطات الاقمار. رقم 3 اللي هي منظومه الكوميونيكيشن والاوتوميشن. فالميديا بالنسبه لي عباره عن الاقمار الصناعيه. انا عندي شبكه اساسيه موجوده مكمله انيو، الشبكه الثانيه الجي اس اي هيتم استبدالها بشبكه جديده. رقم 2 عشان احقق تامين اكتر، المنطقه المركزيه كلها بقت مربوطه باوبتيكال فايبر، وفي طريق ان انا اربط كمان جميع المطارات ان هي تبقى بشبكه الاوبتيكال فايبر، فيبقى عندي نوعين من الميديا بامن بيهم المجال الجوي. هستكمل بعد كده بان انا محتاج اطور الاوتوميشن ومحتاج اطور الكوميونيكيشن. مشكله الكوميونيكيشن بالنسبه لي ان هي موجود عندها مفهوم اسمه سنجل بوينت اوف فيلير او سنتراليزيشن. ال 14 محطه اللي بيغطوا المجال الجوي المصري بيتجمعوا في مركز الملاحه، وبالتالي بيتم توزيعهم للتي بي اس والاو بي اس اللي هم بيديروا المجال الجوي. لكن هي الازمه ان لو حصل مشكله هيبقى عندي ازمه. طب انا عشان احقق بقى ريدندنسي او احل المشكله دي، فابتدينا نعمل فكره ان انا اعمل حاجه اسمها جيوغرافيكال ريدندنسي، يكون عندي مركز بديل لاداره المجال الجوي. وابتدينا نحققه باكثر من مفهوم. ان انا هطور منظومه الرادارات، منظومه الفي اتش اف ومنظومه اتصالات الفي اتش اف. 14 محطه هيتطوروا بالكامل، لان المحطات دي شغاله من سنه 2002، عدى عليهم اكتر من 20 سنه. مفيش منظومه هتعيش اكتر من 20 سنه بالشكل ده، يعني ضعف عمرها الافتراضي، غير لما يكون في تيم كبير جدا شغال عليها عشان يحافظ على المنظومه دي. فال 14 محطه هيتم تطويرهم، هيتم تطوير برج 2 وهيتعمل فيه، او ده تم بالفعل تطوير برج 2 اتعمل فيه تي بي اس، نظام تريننج اند باك اب سيستم. رقم 3 هيتعمل برج 2 باك اب كامل لبرج 3. رقم 4 المركز القومي لاداره المجال الجوي هيكون كمان مكان بديل بالنسبه لي. كده انا هحقق جيوغرافيكال ريدندنسي. بقت كل انظمه الاريا بالنسبه لي موجوده في اكتر من مكان، موجوده في مركز الملاحه، موجوده في برج 2، موجوده في مركز اداره المجال الجوي كامرجنسي كانك بديل بالكامل للكانك اللي موجود عندنا في شركه الملاحه. ودي المواقع اللي هيتم فيها التطوير في نسمك والكانك المركز الملاحه الرئيسي، وتاور 3 وتاور 2 هيبقى فيه تطوير كامل للتاور وللابروتش، وكمان هيبقى فيه التي بي اس. وده شكل التطوير اللي تم فعليا في برج 2. حاليا برج 2 انتهى فيه التي بي اس بشكل كامل. دي صور واقعيه من التطوير اللي تم فعليا لاداره المجال الجوي. اخر حاجه بالنسبه لي عشان احقق حركه الطيران في المجال الجوي
محتاج منظومه مساعدات ملاحيه. منظومه المساعدات الملاحيه عندي بتتكون من 20 محطه في ار بتعتبر بوصله بتحرك الطيران، بتقود الطيران، بتوجه الطيران في المجال الجوي المصري. ال 20 محطه دول متوزعين في مواقع مختلفه بيتم الحفاظ عليهم وتطويرهم بشكل مستمر. اغلب المحطات دي عمرها الافتراضي تجاوز ال 20 سنه لان بيقوم عليها تيم بيحافظ عليها بشكل مستمر. المرحله الثانيه عشان تبقى جايدنس، ده شكل الكفرج للفي ار دي ام اي لمنظومه المساعدات الملاحيه، والواضح من قدام حضراتكم ان انا بغطي تقريبا اغلب المجال الجوي. المرحله الثانيه اللي هي مرحله اللاندنج اللي هي محتاجه جايدنس عشان يعمل سيف لاندنج، بتتم بعباره عن 19 نظام اي ال اس بيغطوا 12 مطار عشان يحقق لي البريسيجن ابروتش والسيف لاندنج. منظومه المساعدات الملاحيه عنصر اساسي في مفهوم البي بي ان، وبالتالي انا محتاج احقق المفهوم دوت، ونظرا للازمه الاساسيه اللي موجوده عندي اللي هي الانترفيرنس اللي بيحصل على جي ان اس، فبقينا محتاجين دراسات بديله تحقق لي مفهوم البي بي ان. العنصر الاساسي بالنسبه لي هو عنصر الدي ام اي اللي حطه الايكاو، واللي من خلاله اقدر اطبق مفاهيم البي بي ان. واتعرضت اول دراسه بالنسبه لنا في الايكاو في 2020 في المركز الاقليمي لدراسه بالبي بي ان بالدي ام اي بتخدم مطار شرم الشيخ والغردقه. الصوره المبهره اللي قدامنا دي اللي كل الطيران المدني كان سعيد بيها، واللي وقف وراها ابطال المراقبه الجويه ان هم يقدروا يكون عندهم ثبات وكفاءه ان هو يدير حجم الحركه دي كلها، حققت بالنسبه لمصر يعني طفره كبيره جدا وخدت اشادات من جميع الجهات. في ظهر بالنسبه لنا الصوره اللي مش باينه منظومه السي ان اس اي تي ام اللي عن طريقها تم استخدامه عشان يخدم المجال الجوي بالصوره اللي احنا شايفينها ويحقق الحركه دي. الصوره اللي احنا شايفينها دي بتبين لي دور الاتسب فين، حائط الصد البارير اللي موجود الاتسب عشان يحمي الطيران المدني. اخر حاجه بالنسبه لي المنظومه اللي انا حكيتها دي كلها في 10 دقائق عشان تستمر بكل كفاءه وبكل جوده، محتاج اطبق شويه حاجات. رقم واحد يكون عندي نظام اداره جوده، وده بيقوم بيه مهندسين الملاحه بالتعاون مع الاداره العامه للجوده وبناخد الايزو باشاده دوريه. رقم اثنين نظام سلامه، وده بيقوم بيه مهندسين شركه الملاحه بالتعاون مع اداره السلامه الجويه عشان يقدر يحدد كل الريسك اللي ممكن يتعرض ليها اي سيستم عندي، يحط الباريرز، يحط الميتيجيشن، يعمل دراسات السلامه، يحافظ على منظومه الطيران المدني. ورابع حاجه واللي هو التهديد العالمي الترند السايبر سيكيورتي اللي ما فيش منظومه طيران مدني حاليا بتخلو منه. بقى عندنا مجموعه كامله جدا من مهندسين الملاحه بتشتغل على مفهوم السايبر سيكيورتي. خرجنا اول منتج يمثل شركه الملاحه، يمثل منظومه السي ان اس اي تي ام بالتحديد، يكون عباره عن مانيوال بيتكلم ازاي نحمي منظومه الطيران المدني من اي تهديد متعلق بالسايبر سيكيورتي. اخر حاجه بالنسبه لنا ودي حاجه المهمه جدا، الروح. اي جسم او اي انسان مش هيقدر يعيش من غير روح. الروح بالنسبه للانظمه اللي انا اتكلمت عليها دي هي الانفراستراكشر، هي اللي بتحافظ على المنظومه دي شغاله من كهرباء وتكييف وميكانيكا. بيقوم عليها فريق تقني عالي جدا، من النادر اللي انت تلاقي المجموعه دي بالكفاءه دي متجمعه في مكان واحد. ربنا انعم بشركه الملاحه على مجموعه من قطاع التشغيل والصيانه بتقوم بالخدمات دي بكفاءه عاليه جدا عشان تحافظ على منظومه السي ان اس بشكل كامل. هيقدم الجزء بتاع الانفراستراكشر المهندس محمد ابو الخير. في النهايه هابي انترناشونال اتسب داي، كل سنه وكل مهندسين شركه الملاحه قطاع هندسه النظم وقطاع التشغيل والصيانه كل سنه وانتم ناجحين، كل سنه وانتم مكملين، كل سنه وانتم متحملين مسؤولياتكم وانتم بتخدموا بلدكم، كل سنه وانتم واحنا مع بعض بنحافظ على شركتنا وبيتنا التاني، بنقدم الخدمات بشكل متكامل متعاون عشان نوصل في الاخر لنجاح كل سنه. ورئيس شركتنا وكل قيادات الوزاره والقبضه بخير وصحه وسلامه، ونتقابل ان شاء الله كل سنه. كل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا باشمهندس وحيد على الشرح الممتع اللي حضرتك قدمته من شويه. سريعا، الانفراستراكشر عشان تكون متكامله واب تو تاسك عشان تامن خدمات الكوميونيكيشن والنافيجيشن والسيرفيلنس، لازم تكون سكيور، فيها باك اب، تقدر تكون باك بون مناسب، تقدر تسيف جارد كل سي ان اس اي تي ام. عشان نقدر نعمل ده بنقدر نامن خدماتنا من خلال سيستم باور سبلاينج معقد جدا عشان يقدر يامن ده باكتر من لاير اوف ريدندنسي. وممكن في السكسس ستوري نقول اللي احنا ان شاء الله في بريك ثرو قريب جدا ممكن نكون بايونير في السيفل افيشن سيكتور، قدرنا نوصل له. ما فيش اي حد في السيفل افيشن سيكتور يمكن في الميدل ايست قدر يوصل له في الريدندنسي بتاعت الانفراستراكشر. باك اب سيستمز، سيف جارد سيستم عشان نحافظ على الانفايرمنت الخاصه بالخدمات الملاحيه، الباك بون
بمباني معقده جدا، لازم تفول النيدز بتاعه الكنترولرز عشان تحقق مراقبه جويه واداره حركه جويه مناسبه. الاهم من ده بعض قصص النجاح اللي احنا شغالين عليها وبنقدر نبنيها عشان نقول احنا ليه مختلفين عن اي سيكتور تاني موجود في الميدل ايست. كانكر رينوفيشن. كانكر رينوفيشن يمكن هو مش موجود فيه ككانكر رينوفيشن بس، البريك ثرو اللي حصل هنا بالتنسيق مع قطاع هندسه نظم ملاحيه قدرنا نوصل ل 3 كورز اوف ريدندنسي عشان نامن خدماتنا الملاحيه لمراقبه المنطقه الجويه عشان نقدر نوصل بيها لمكان امن. مركز القاهره للملاحه الجويه هيكون المركز الوحيد اللي فيه مجال امن واخد الريلابيلتي ستاندرد تير 4 من الاب تايم انستيتيوت بصفته الداتا سنتر الوحيده اللي في الميدل ايست اللي حاصله على ده بعد التطوير ان شاء الله. قدرنا في البروجكت بتاعتنا نحقق السستينابيلتي والديفلوبمنت بيزد على انيشيتيف زي كورسيا المتبناه من اي كي او واليو ان دي بي عشان نحقق اهداف التنميه المستدامه للدوله واهداف التنميه المستدامه للامم المتحده. قدرنا بمجالنا الجو الامن نستضيف قمم عالميه زي كوب 27 زي قمه السلام العالميه اللي اتعملت في شرم الشيخ، زي افتتاح المتحف المصري العظيم الكبير 1 نوفمبر اللي فات. قدرنا نحافظ على مجالنا الجوي في احداث عظام حصلت خلال السنه دي من خلال منظومه متكامله في الملاحه الجويه. اهم اسيت او كابكس خاصه بالملاحه الجويه هو التيم الخاص بالملاحه الجويه، من مهندسين وفنيين ومن اداريين من قطاع معلومات طيران من مراقبين جويين بيأدوا خدمات متكامله عشان تحافظ دايما على مجالنا الجوي امن سليم مرن يشرفنا في اي وقت، يكون موجود فيه يستضيف فيه اي انسيدنت تحصل في العالم نقدر نكون واقفين على رجلنا زي ما حصل اكتر من مره الحمد لله. في النهايه احنا بنفتخر اللي انتم معانا النهارده، بنفتخر اللي احنا نكون اتسبس، بنفتخر اللي احنا نكون جزء من منظومه الملاحه الجويه في مصر. شكرا ليكم ونورتونا ونتمنى دايما نتجمع في الخير. شكرا لكم.